عليها اللاعب رقم 10 من المنتخب اليمني عادل عباس قاسم. نعم نعم نعم، يستحق عادل عباس قاسم هذه الجائزة. نعم، السعودية كما ذكرنا مع موعد مع عبد العزيز الشمري، اليمن أيضا والعرب أجمعين مع موعد مع هذا النجم. نتكلم عن اللاعب عادل عباس لاعب المنتخب اليمني، بالدموع، نعم بالدموع، هذه الروح الموجودة دائما عند اللاعب اليمني. عادل عباس اللاعب اللي وقع عقد مع ديمتري بايه الوكيل السابق لساديو ماني، مع النجم اليمني الواعد بموجب العقد الموكل مع الوكيل الدولي أيضا المعتمد من فيفا نيكولاي أونسي المدير التنفيذي لوكالة إسبورت باك جروب. وأيضا هذا اللاعب اللي يعني مع تلك الوكالة التي تمتلك سجلا حافلا في رعاية المواهب من أفريقيا والشرق الأوسط، وساهمت في انتقال لاعبين بارزين إلى دوريات أوروبية مرموقة، وأيضا حضور لاعبين كبار مع هذه الأكاديمية. إن شاء الله عادل عباس، وإن شاء الله عبد العزيز الشمري، وإن شاء الله عبد الله المحاسن، وإن شاء الله كل اللاعبين الموجودين راح نشاهدهم في السنوات القادمة مع منتخب